عارف وانت صغير لما كنت بتروح السيرك مع أهلك؟ فاكر ريحة الفشار ونشارة الخشب، صوت الضحك اللي مالي المكان. وسط كل الهيصة دي كان في بطل واحد الكل مستنيه، الفيل. كائن ضخم، جبل من العضلات، يقدر بضربة رجل واحدة يهد السيرك كله على اللي فيه. لكن في مشهد لو ركزت فيه هيحسسك إن في حاجة غلط. بعد ما العرض بيخلص والأنوار بتطفي، الفيل ده بيروح يقف في ركن بعيد. ما يحبسوهوش ما يحبسوهوش في قفص حديد، ولا بيحوطوه بأسوار كهرباء. كل الحكاية إنهم رابطينه من رجله بسلسلة حديد رفيعة، والسلسلة دي مربوطة بوتد خشب صغير مغروس في الأرض. انت واقف بتبص للفيل ومستغرب. يا أخي، ده انت عملاق. انت الوتد ده بالنسبة لك قشة. ليه مش بتمشي؟ ليه مش بتشد رجلك وتاخد حريتك؟ عشان تفهم السر لازم نرجع بالزمن 20 سنة لورا. يوم ما الفيل ده اتولد كان لسه فيل صغير لطيف، لسه بيتعرف على الدنيا. في اليوم ده جابوه وربطوه من رجله بنفس الوتد الخشب وبنفس السلسلة حديد. تخيل معايا المشهد، الفيل الصغير مش عايز يتسجن، قعد يشد السلسلة بكل قوته، يعافر، يصرخ بصوته الضعيف، يحاول يخلع الوتد من الأرض. لكن الوتد وقتها كان أقوى من عضلاته الضعيفة. يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، الفيل الصغير جرح رجله ونزف دم وتعب من كتر المحاولة بلا فايدة. وفي ليلة ضلمة الفيل الصغير ده استسلم، بطل يشد. الجهاز العصبي عنده سجل معلومة واحدة عاشت معاه لسنين: أنا أضعف من الوتد، المحاولة معناها وجع، السلسلة دي هي قدر محتوم عليا. الفيل كبر، بقى وزنه 5 طن، قوته بقت تهد جبال، لكن لسه واقف مكانه. عارف ليه؟ لأن الفيل مش مسجون بالسلسلة اللي في رجله، هو مسجون بالسلسلة اللي جوه عقله. هو بطل يحاول، مش عشان هو عاجز، لأ، لكن عشان هو اختار يصدق إنه عاجز بناء على تجربة قديمة فشل فيها وهو صغير. قصة الفيل دي مش قصة حيوان في سيرك، ده قصة أنا وأنت وغيرنا. إحنا كتير بنبقى زي الفيل ده بالظبط، ماشيين في الدنيا وجارين ورا رجلينا أوتاد خشب وهمية، وأقنعنا نفسنا إنها جبال حديد ما بتتحركش. تلاقي واحد بيقولك أنا جربت أعمل مشروع وأنا عندي 20 سنة وخسرت، فخلاص أنا ماليش في البيزنس، أنا اتخلقت عشان أكون موظف. واحدة تانية: أنا أهلي دايما كانوا بيقولوا إني مش ذكية وإني ماليش في التعليم خالص، صدقتهم وعشت دور الفشل. أنت النهاردة عندك عقل يقدر يغير العالم، بس لسه مربوط بكلمة قالت لك وأنت عندك 7 سنين. أكبر ضياع لنعمة الاختيار اللي ربنا اداها لك هو إنك تختار تستسلم لذاكرة قديمة. أنت النهاردة مش الشخص اللي فشل من سنين، أنت عندك قوة الفيل العملاق، بس محتاج تاخد قرار واحد: تشد رجلك. الفيل هيفضل طول عمره في السيرك طالما هو مختار يصدق السلسلة، لكن أول ما يقرر إنه يتحرك، السيرك كله هيتغير. أنت كمان سلسلة هتتقطع في ثانية لو بس اخترت تصدق إنك تقدر. الحرية مش منحة من حد، الحرية قرار بتاخده بينك وبين نفسك. العرض خلص والوتد الخشب، شد رجلك وامشي.